السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه الأخبار؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ النهاردة بقى هننزل بحاجة حلوة جدا واقتصادية وسهلة جدا تعمليها في البيت وتشرفك في أي عزومة في رمضان. أول حاجة معانا كوبايتين سكر مع كوباية مية وعصرة ليمون. نستنى يعني ننزل بعصرة الليمون أول ما المية تغلي، واوعي تقلبيها عشان ما يسكرش منك. نستنى لغاية ما يغلي كويس. وبعدين معانا حشوة ايه؟ معانا فول سوداني ومعانا قرفة، ونخلطهم كده مع بعض ونجيب الجلاش. ندهن الاول ايه الصينيه بالسمنه. اللي بيلعب معانا هنا الدور الحلو قوي اللي يخلي الحاجه طعمها حلو قوي السمنه. استخدمت نوع سمنه حلو قوي هيظبط معاكي في الطعم. معانا سمنه بلدي او ممكن تخلطي اي نوع سمنه تاني مع زيت، برضو هيطلع معاكي حلو قوي. هنا اول واحده، عشان بصوا بقى هنا كان انا عملت غلطه عشان ايه محدش فيكم يعملها. عملت 4 ورقات وحطيت من الحشوه، تطلع تخينه شويه مني بس يعني تمام شغاله. هنا جبت ايه عودين من اللي هي الحاجات بتاعت الشيش طاووق وعملتها، وابتديت ان انا ايه اكشكشها كده من الجناب عشان يطلع معايا شكل حلو، ما يبقاش الشكل التقليدي بتاع الجلاش. هنا بقى ايه لقيت ان هي الحشوه الجلاش كتير مني، فعملت ورقتين بس. وهبتدي برضو الف عادي، سهلة جدا وحاجة اقتصادية جدا جدا وعلى قد الايد، والطعم خطير، احلى احلى من اي محل حلواني. ونبتدي بقى نلف كده وبالراحة خالص عشان خاطر الجلاش ما يتقطعش مننا. وهنا برضو عملت تاني كده ورقتين ونزلت بالحشوة. الحشوة تاني عشان محدش ينسى، فول سوداني عملته في الكبة، طحنته في الكبة 1/4 كيلو. ال1/4 كيلو يا دوب خد لفة الجلاش معايا، اللي هي لفة الجلاش اللي بنجيبها عادي من اي فطاطري. انا مش بحب بصراحة الحاجات اللي هي بتبقى الجلاش اللي هو بيبقى من الشركات يعني. وتبتدي بقى تحطي قرفة مع ال1/4 كيلو الفول السوداني، تبقى احلى حشوة ممكن تعمليها للجلاش. وهنا بقى كنا خلصنا الصينية، شوية سمنة كده بقى وتدهني بيهم الجلاش وتحطيه في الفرن. مش هقولك على الريحة كانت قلبة المطبخ والبيت ازاي عندي. هنا كنا بقى خلصنا، طلعناه. ومعانا الشربات ده بقى، ده بتبقى على حسب انت بتحبي السكر كتير فيه، طعمه مسكر، زي ما انت ما تحبي. ده بقى على حسب الرغبة، انت بتحبي الشربات كتير زودي، مش بتحبي هو حلو قوي كانت الكوبايه دي كده تمام. يا رب يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. مننساش الاشتراك واللايك.